اتنين، وبيتنا ليلة في السجن. انا بيت ليلة في السجن. دخلتي دخلت السجن. قعدتي ليله فيه اه. وسابك؟ يعني هو انا عماله ابص له كده مستنيه يقول لي مثلا خلاص هسيبك في حالك، لقيته بيضحك عادي، مش فارق معايا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يسيبني في حالي، يسيب لي حاجتي. محافظه الشرقيه دايما لما الاب بيتوفى بيكون العم هو السند. للاسف احنا معانا هنا حاله غير كده تماما. ايمان اللي حضراتكم شايفينها ديت يتيمه الاب والام، والدها توفى ووالدتها كمان متوفيه، وهي وحيده ملهاش اخوات، لكن للاسف عمها يعني اخد ورثها. قصة كبيرة كده هنعرفها من ايمان. ايمان عندها ارض، ولكن للأسف عمها اخد الارض دي، وهي كل اللي طالباه بتطالب بحقها وبورثها. ازيك يا امان، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. احكي لنا ايه اللي حصل. انت والدك ووالدتك متوفين يا امان، صح؟ عمك ده اخو اخو والدك، شقيق، وده ورثك انت. احكي لي بقى ايه القصة. بابايا الله يرحمه كتب لي الارض باسمي في الشارع العقاري، وورث جزء من ورث حته ارض من مامته جنب ارضي، فضمها كلها على بعضها، واصبح عمي له ورث في الحته الجزء اللي هو يخص بابا ده. فلما بابا مات هو خد الارض يزرعها، وبعدين انت مالكيش اخوات يا امان؟ لا انا وحيده، وماما ما خدتش غيري. وبعدين يعني من كام سنه كده حصل شويه مشاكل، فانا طلبت ان هو يسيب الارض. انا مش عايزاك تزرع ارضي، انا حر. قال انا عايز ورثي وتاخد ورثي، تسيب ارضي. انت مثلا ليك جزء في الارض، ليك مثلا جزء معين هشتريه وخلاص، مالكش دعوه بالارض. طبعا رفعت قضيه، وده حكم المحكمه بتسليم بطرده من الارض فعلا. تمام. وبعد ما الحكم ده محضر استلام الارض، جت معايا قوه من المركز. احكي لي بقى يوم ما استلمت الارض ايه اللي حصل. طلع معايا قوه من المركز والمحضر بتاع المحكمه. وانا خليتهم اتصلوا بيا. قال لهم انا ما بزرعش الارض، اللي بيزرعها عمها الكبير. جه عم تاني شاف الموقف، قال للجنه يعني اللي كانت معانا يا جماعه هو دلوقتي زرع الارض ومكلفه، سيبه ياخد زرعته وبعدين ايه تستلم الارض بتاعتها. تستلم الارض. كويس. فراحوا قالوا له خلاص كلم اخوك يجي يكتب مثلا اقرار بالكلام ده ويسلمها الارض. هو اتصل بيه وهو مرضيش يجي. انت استلمتي الارض بقى يوميها؟ بفيديو اتصور، صوروه القوة اللي كانت معايا، ومفروض بعتوه للنائب العام. عمل ايه بقى بعد ما استلمت الارض؟ تاني يوم سأل الارض عادي، ولكن في حاجة حصلت، وبعدها بحوالي اتعمل ان الارض لسه بتاعته. بعدها بحوالي 20 يوم او شهر كده خد المحصول، خد الذرة وساب لي الحطب في الارض واقف، مش قطعه. العيدان دي؟ العيدان. تمام. بعت ناس تشيل الحطب ده مشيهم. رحت جبت ناس تانية ووقفت معاهم، شلنا بقى الحطب خلاص، والارض خلاص كده المفروض ان عايزه تزرعيها بقى. هيروح محرث تاني يوم يحرث الارض ويجهزها للزرع. تمام. راح منزل فيها ميه، نزل في الارض ميه عشان مش تزرعيها، عشان ما تتحرقش بقى خلاص. ماشي. هو ما غرقهاش، هو نزل ميه كده اللي هو بحيث ان ما حدش يعرف يعمل فيها حاجه. تمام. بعدها باسبوع راح مغرق الارض ميه. قمت جايه بعدها باسبوع تقريبا او اسبوعين، بعت ناس زرعوا الارض بالليل. تمام. يوم السبت اللي قبل اللي فات بالليل. راح هو يوم الحد منزل لي في الارض ميه بعد ما زرعتيها. عملتي محضر بالكلام ده؟
ايمان عايزه اسالك سؤال، ده المحضر معلش، انتوا المفروض الكلام ده في ديار بنجم، تمام؟ انتوا في ديار بنجم في ناس كبيره والكرة بيبقى فيه كل الناس. يعني ليه ما قعدتوش وحلتوها ودي؟ ده عمك اخو والدك هو اللي رافض. هو اللي رافض. علاقته كانت بيكي ايه من قبل القصه دي؟ انت بنت وحيده وبعد ابوكي ما مات وامك ميته، يعني المفروض هو يكون اب وسند ليكي. المفروض بقى، بس هو عادي ما كانش بيسأل عليا بصراحه. يعني مش انا اللي كنت بروح بزوره. انت اللي كنت بتزوريه؟ انا اللي كنت بروح. قولي لي يا امان، انت طلباتك ايه؟ عايزه اخد ارضي ويسيبني في حالي. الامور دلوقتي وصلت لايه؟ يعني الارض دلوقتي هي مع مين؟ وفيها زرع ولا لا؟ الارض انا زرعتها غله، تاني يوم نزل لي فيها ميه ورمى برسيم. دي اخر حاجه؟ ده تاني غير المره الاولانيه؟ يعني انت زرعها غله وحط فيها ميه وحط فيها برسيم؟ والغله والبرسيم طلعوا هما الاثنين. لا حول ولا قوه الا بالله. انا طلبت النجده، جم خدونا احنا الاثنين وبيتنا ليله في السجن. انا بيت ليله في السجن. دخلتي دخلت السجن. قعدتي ليله فيه؟ وسابك؟ يعني هو انا عماله ابص له كده مستنيه يقول لي مثلا خلاص هسيبك في حالك، لقيته بيضحك عادي، مش فارق معايا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كانت معاملته ايه مع والدك؟ كان كويس ولا اصلا كان مع والدك كده ولا أنا في ايه بالظبط؟ بابايا الكبير وهو اصغر واحد، يعني هو لو تساليه باباك شكله ايه مش هيعرف يجاوب، انه بابا مات وعنده 5-6 سنين تقريبا. يعني والدك اللي مربيه؟ عمك ده اللي بيعمل فيه كده والدك انت اللي متوفي اللي مربيه؟ والله انا يعني من مش عارفه اقول ايه، مش هنقول غير ربنا يهديه يا رب. والفلوس يعني بتروح وبتيجي ويعني والله يعني مش عارفه بصراحه اقول ايه. طب انت طلباتك ايه يا امان؟ يسيبني في حالي، يسيب لي حاجتي. انت عايزه ارضك طبعا. هو له ورثه ورفع قضايا عليا، لما المحكمه تقول كلمتها يستلم ورثه. ومحتاجه ارضك انت برضو لوحدك، ما معكيش سند، ما معكيش اخ ولا اخت، ولوحدك ومحتاجه ده ورثك. ان شاء الله يا امان. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا القصه اللي معانا النهارده، يعني ربنا يهديه عمها، ويمكن دي مش اول قصه بنصورها اللي بتخص الورث. ربنا يهديه، وهي كل اللي عايزاه ان هي تستلم ارضها.